سبت البيت ورفضت أرجع بعد ما بابا طلب مني إيجار، وأخويا عايش ببلاش وهو اللي سخنه عليا. أنا عندي 24 سنة، ماما ماتت وأنا عندي 17 سنة، واليوم ده غير كل حاجة. بابا دخل في اكتئاب حاد، كان أيام ما بيقومش من السرير، الشغل اتأثر، الفلوس قلت، والبيت كان هيقع حرفياً. أنا اللي مسكت الدنيا. سبت فكرة إني أعيش مراهقتي زي باقي البنات واشتغلت جنب دراستي. كنت بدفع فواتير، أجيب طلبات البيت، أطبخ، أنظف، وأصحي أخويا للمدرسة. أخويا كان عنده 15 سنة وقتها، وكل اللي كان بيعمله إنه يخرج مع صحابه. كنت بقول عادي، إحنا كلنا متوجعين. عدت السنين، خلصت جامعة واشتغلت شغلانة كويسة. فضلت قاعدة في البيت عشان أساعد. كنت بدفع نص المصاريف تقريباً من غير ما حد يطلب رسمي. لحد من 3 شهور بابا قعدني وقال لي لازم تدفعي إيجار. افتكرت إنه بيهزر. قلت له إيجار إيه؟ أنا بدفع فواتير وأكل. قال ببرود ده واجبك، بس البيت ده ملكي، ولو قاعدة فيه يبقى تدفعي زي أي حد. سألته السؤال اللي كان بيحرقني، وأخويا؟ سكت ثانية وقال أخوكي لسه بيبدأ حياته. أخويا عنده 22 سنة، سايب شغلانتين عشان مش عاجبينه، وقاعد طول اليوم على البلاي ستيشن. قلت لبابا أنا من 7 سنين شايلة البيت معاك، دلوقتي أبقى مستأجرة؟ قال الجملة اللي عمري ما هنساها، محدش طلب منك تعملي كل ده. الكلمة دي كسرتني. بعدها بيومين سمعت أخويا بيقول لبابا خليها تدفع، ما هي بتقبض كويس، إيه يعني تساعد شوية؟ هو اللي سخنوا عليا. حسيت فجأة إني مش بنت البيت، أنا ماكينة فلوس. طلب مني مبلغ شهري ثابت أعلى من اللي بدفعه أصلاً. وقتها أخدت قرار. جمعت هدومي واستأجرت شقة صغيرة قريبة من شغلي، مش أحسن حاجة، بس على الأقل بابها مفتاحه في إيدي. يوم ما مشيت بابا قال لي هتندمي، بره محدش هيستحملك. أخويا قال دراما على الفاضي. عدى شهرين، الفواتير اتركمت عليهم، أخويا لسه مش بيشتغل. بابا كلمني وقال ارجعي، بس موضوع الإيجار زي ما هو. ضحكت، قلت له لما تطلب من ابنك نفس اللي طلبته مني نبقى نتكلم. دلوقتي قرايبي بيقولوا إني عاقة وإن أبويا راجل كبير وما ينفعش أسيبه، بس محدش فيهم شافني وأنا عندي 17 سنة بشتغل بعد المدرسة عشان أجيب علاج ليه. أنا مش سبت البيت عشان الفلوس، أنا سبت البيت عشان العدالة.